الفيسبوك امبارح اتقلب على قصة الممثلين التركيين نسلهان وقدير دوغلو، وان ازاي نسلهان واحدة بالجمال ده قدير دوغلو ده يخونها. فانا حبيت ان انا اتطرق من الموضوع ده على ايه هي اصلا اسباب الخيانة، وايه الاسباب اللي بتخلي الراجل يخون الست اللي معاه او شريكة حياته. خلينا متفقين ان في مليون سبب بيخلوا الراجل يخون شريكة حياته اللي معاه، ولكن انا هحاول ان انا اختصرهم بقدر الامكان. اول سبب بيخلي الراجل يخونك قلة الثقة في نفسه، بمعنى ان الراجل دايما عاوز يحس ان هو لسه مرغوب فيه وعاوز يشعر بذاته. بمجرد ما الحاجتين دول ما يلاقوهمش هيبتدي ان هو يدور على بديل تاني علشان يحسسه بالموضوع ده. تاني حاجة ان هو مش لاقي السعادة او مش لاقي الانبساط في المكان اللي هو فيه، فهيبتدي برضو لا اراديا يتجه الى مكان تاني يخليه مبسوط. تالت حاجة ان في نوع تاني من الرجالة بيعتبروا ان الخيانة دي حق رجولي، بمعنى انا راجل اعمل اي حاجة في الدنيا، انا راجل اكلم دي ودي ودي، انا راجل ممكن اتجوز على مراتي 1 و2 و3 و4. كلمة انا راجل حق رجولي. رابع سبب بيؤدي الى الخيانة وهو الملل في العلاقة، بمعنى ان اول ما الراجل او الست بيحسوا ان في ملل في العلاقة وكل يوم بتتعمل نفس الحاجة ومفيش تجديد، بيبتدي يلجأ كل حد منهم، طبعا اللي شخصيته ضعيفة، بيلجأ لان هو يروح لحد يكسر له الملل ده. والغرض من الخيانة ساعتها مش ان هو خيانة زوجية يعني وكده، لا خالص. خيانة هنا تبقى مش خيانة زوجية، الخيانة بتبقى علشان يكسر حتة الروتين او الملل اللي هو حاسس بيها مش اكتر. خامس حاجة عدم التقدير بمعنى ايه؟ بمعنى ان الراجل طول وقته في الشغل والست طول وقتها في البيت، لو مش بتشتغل بتهتم باطفالها او بتهتم بالبيت وكده، فدي شايفة ان هو مش بيقدرها وهو شايف ان هي مش بتقدره لما يرجع البيت، فده بيؤدي الى الخيانة. سادس حاجة كمان، الرجالة ما بيحبوش يحسسوا نفسهم ان هم كبروا في السن ابدا، فبمجرد ما يحسوا الاحساس ده بيروحوا لتحسسهم ان هو بقى ايه، انا لسه شاب وفتك ومقطع السمكة وديلها. في كمان سبب ان اللي بيخون ده يكون شاف من صغره والده او والدته في موضع خيانة، فبالنسبة له الموضوع ده عادي، فهتلاقيه بيعمله عادي مع شريكة حياته من غير ما يحس بالذنب. كمان ما تنسوش ان ممكن الخيانة دي يبقى وراها عوامل نفسية زي اضطرابات الشخصية او اضطراب ثنائي القطب، ده غير ان هو ممكن يكون شخصية نرجسية، وطبعا مش محتاجة اكلمكم عنها، هبقى اعمل لكم فيديو عن الشخصية النرجسية لوحدها. بس الشخصية النرجسية دي هو ممكن يخون وممكن يعمل كل حاجة في الدنيا ترضيه هو من غير ما يحس بذرة تأنيب ضمير او ان هو يحس بالذنب ان هو عمل حاجة غلط اتجاه الشخص اللي قدامه، عمره ما هيحس بتأنيب الضمير. طب هل يا شروق الاسباب اللي انت قلتيها دي بتاعت الخيانة دي، هل انت كده بتبرري للراجل او للست اللي بيخونوا ان هم بيخونوا؟ يعني برافو عليكم انتوا فعلا مثلا عيانين او مش حاسين بالثقة في نفسكم فخونوا؟ لا طبعا، انا بقول لكم الاسباب ولكن انا ما ببررش موقفهم، بالعكس ده اكبر دليل ان هم ما عندهمش النضج الكافي ان هم يواجهوا المشكلة اللي عندهم، وبيضطروا ان هم يروحوا لاسهل طريقة بدل من المواجهة وهي الخيانة. فده اللي انا كنت عايزة اقوله، وان شاء الله باذن الله كده ايه يعني ما يحصلش خيانات تاني علشان الواحد اتعقد الحقيقة.